سلام الله يلا بنديد خي خيت بدار من ناخن اخنا مرن بالنسبه لشكينه جو اسيا يعني اللي شانوا عم جو اسيا يعني ترى يعني مرن جنسا قوقازايا خي خيت كثرخله قوقازايا او زايا بتلاني جنس شعوثه او يمرخ الجنس الاصفر بيوصين جنس قوقازايا سام زوده من شكينه اسيا حتى جو يوروب الى جنس قوقازايا قوقازي يمرخ طبعا اثير يشكل منطقه قوقاز ما وراء القوقاز ديله بالقربيه ايران تيمنه روسيا يعني اخي الاخ كردستان خجب نخله من يعني الكرد من معتبرين من القوقازيين هذا مناطق ايران تركيا اسيا مصعيته كل اني خجبنا يعني جنسه قوقازايا والجنس القوقازي عنصر القوقازي لخا جنسه شعوثه طبعا لخا جنسه شعوثه الى محصور بمدنخه اسيا ومنغوليا فلخا منغوليا لخا الصين يابان كوريا قريبيتا وتيمنيتا كل اني مخجبنا قوقازيين العفو جنسه شعوثه بخلطه مرة قوقازيين اكينا او الى جنسه شعوثه الجنس الاصفر معروفين ايناثين خدشه قريشه هاوي لخا وبشره ديان على زروثه يعني حنطي على اصفر ادخا يمري له جنسه اتلين هند والصينيه بالنسبه للهند والصينيه اتلخ لخا ان شكل دي بين هندي والصين يعني بشره ديهن مخ هندوايا وشكل دي ياوي على الصينيين ما دير مناطق تيمن مدنخه اسيا جنوب شرق اسيا يعني دقله سنغافوره ماليزيا فيتنام تايلاند فلبين ان كله يعتبرون هند والصينيه من تسميه دين ادخلت بالنسبه للجنسه او هندوايا شبه القاره الهنديه انا بحد ذات ديان اين بريشه هندوايا يعني بشره ديان مخمري طالو خدشه يعني على غامق يابا حنطي على غامق مخرنقة قزبة خمندي يعني دقلة هندواية دقلة باكستان دقلة بنغلاديش دقلة سريلانكا نيبال جزر المالديف أنا كلهم خاجب نخلة هندواية هندسة يعني بشرة ديان هندواية تهوية تامو بياش يعني جنسة خينة مثلا تلقى الشيماية الساميين ونسبة كلمة الساميين الاثنين بالنسبة بنونة نوح باب النوح ايوه طلاب هنا سام وحام ويافت سام ايوه شكينا لخ بدنا مناطق يعني اخذت له لخ عن حضارات كلها يعني مرخ الحضارات الساميه عند بابلين اشوريين اكاديين خشون سومرين يثيقاوي وهذا قلت له لخ هذاي يعني هذا يعتبرون المناطق الساميين عرب يعتبر خفيش مخوجبنا اوباني اين شيماي أو يوم ما يخص تقريبا برناشوثة أو استقصى برناشاية إيثن قوي بشتة آسيا رش مايت ولا بس متخران تري جنسة قوقاسايا وجنسة شعوثة جنسة دي بآثخ بالنسبة لبلختة شكينة آسيا بآثخ موضوع خاثة إلى بلختة شكينة آسيا يا بن يديده اعزائي الطلاب طبعا اسيا مخمري قالوا خن احصائيه دي بخجبنت الى بشيت ترألبي مولاده ايوا عدد سكان اسيا طلع مليار بوينت شوي وطلع مليون بخلط واول رقم طبعا اخي مخكوي 25 ده اكيد زياده بشرب ثلاثه يذوتن اخي دخل شغله نسبه سكانيه زياده انهاوي ولادات بشراب الموفيات تعتبر زياده سكانيه ولو خاصه دها كورونا وديلا بريسا ووفيات رابن وخاصه هند راب مؤثره هند والصين راب مؤثره بدو كورونا بس مع ذلك زياده سكانيه هل بش ولا رابا من موفيات امريكا قالوا اول رقم طلع مليار بوينت شوي طلع مليون ايوه عدد السكان من شكينة آسيا شيتت ترألبي يعني قام اسري شنة ده أكيد هنا زيادة سكانية بشرب يعني آخر بلغ خلي أول رقم طلع مليار دخيل ما صن بلغ خلي جو آسيا قم لا خلوا رقم مريني أخن جو مدنخة آسيا وتيمنا معدل سكان دي إلى تقريبا 85 برصوبة كل كيلومتر مربع كل كيلومتر مربع أو من دي يعني بس
حصر لك خا منطقة يعني الشرق وجنوب آسيا بس عامة ومصعد آسيا بس عامة جو آسيا إلى معدل سكاني 8.4 برصوب كل كيلومتر 8.4 برصوبة كل كيلومتر مربع أو رقم يوضع اعتماد اللي دي 8.4 برصوبة كل كيلومتر مربع. بآخر دي توزيع تقسيم دي كثافة سكانية دو رقم متخريني 3 مليار بوين شوي 3 دخ بيشي بلغة الآسيا بلغة كالآتي نسبة مريزنا قالوا خنات أربي جو أمة طلاب إيني قاو مدنخة ومصعد آسيا أربي جو أمة إلى جو مدنخة ومصعد آسيا أربي من أم مشكينة أوكي أربي جو أمة خيتا أربي من أمة خيتا ماصب خج بنخلقو تيمنة آسيا يعني بدل خط آسيا يعني دولات يعني الصين يابان كوريا غربية كوريا تيمنيتا منغوليا انشقلق من دول آسيا الوسطى أوباني مغدي أوزبكستان طاجكستان تركمانستان كازاخستان أنا كل يعني تقريبا مساحة أربي جو أمة من سكان آسيا محصورين قدنا مناطق اتلوخ أربي من أمة خيتي اللي قلت تيمنة آسيا ده متخرن تيمنة آسيا مدي لهند نيبال سريلانكا بنغلاديش باكستان مالديف أنا كله تقريبا وايد أربي جو أمة من سكان آسيا قدنا بنياثا بياشيل تامو أخني دهش قلنا أربي بأربيان 8 جو أمة سباي بياش تامو اسري جو أمة من شكينة آسيا اسري جو أمة مقسم مخلي كالآتي خور اتلوخ لخا 15 جو أمة قاو تيمنا مدنخت آسيا 15 جو أمة 15% يعني أيكا اتلوخ مناطق اندونيسيا تايلاند فيتنام ميانمار اتلوخ فلبين تقريبا أنا 15 جو أمة من شكينة آسيا إنا قدنا مناطق باش تام 5 جو أمة أو النسبة الأقل من سكان آسيا 5 جو أمة أو 5% إلى جو تيمنا معروة آسيا أو معروة آسيا أمرخ تيمنا معروة آسيا يعني مناطق دقلة من إيران العراق سوريا لبنان أردن أنا مناطق كلها الأخ خليج أو بعرباي أنا كلها تقريبا 5 جو أمة بس 5 جو أمة أنا بياشا من شكينة آسيا سباي آثخ بالنسبة للتوزيع يعني آثخ كنسبة سكانية يعني الصين إلى تقريبا مليار وإشتام مليون حاليا ممكن بالزودة هاوي هند يعني خج بنخلب خجبان شيء ترى بأقصى مليون وده بثل مليار إلى هند يعني بمعنى إنه هند والصين إشتي ترى جو أمة من شكينة ماس خمرخ شكينة آسيا نقول هند والصين إشتي ترى جو أمة من شكينة آسيا إلى قاو هند والصين وأنا خينا موزعين قطت له اشتري ما باش طعم 8 من أمة أنا موزعين لأن دولات خينا مجمل سكان آسيا أوكي هند مراني اشتري أمة بمعنى أن دي اشتري أمة من سكان آسيا جو هند والصين كمال بياشا وأنا خلي خيت بدايرن خجبانة ترى البي كمال بياشا 3 مليار بوينت 3 مليون إلى هند والصين قاو هند والصين 3 مليار بوينت 3 مليون إلى قاو هند والصين سكان ديهن إلى مخاجبنا قاو يبشتت هو قاو هند والصين بقانا يعني مرة إيش تترق أمه هند والصين 3 مليار بوينت 3 مليون إلى شكين ديهن خاجة خيتب أمرخ جو تيمنة آسيا مدن خادية بخموت تشكين معدل سكاني 580 شخص كل كيلومتر مربع بس قوانا إيد بشغل الرقم خلاصة
جونايد 8.4 برصوبة بس بالخط 8.4 برصوبة إلى معدل يودنا اعتماد لو رقم 8.4 برصوبة كل كيلومتر مربع قاو كل شكينة آسيا. شكينة آسيا خاقي خيتها بدايرخ البوت شيتت ترقل بي إيوة 3 مليار بوين شوي 3 مليون 3 مليار بوينت شوي بوين شوي 3 مليار بوين شوي 3 أي طبعا حصيلة شيء ترقل بي أمري طالب سكان بيشرب يعني بيش الزيادة قوي إنا إن خجبنخ مرن هند والصين إن 3 مليار بوين 3 مليون أي بالنسبة لشيء 3 مليار بوين 3 مليار أي بالنسبة لشيء ترقل بي بمعنى اشتي ترقوا من شكينة آسيا إن إكي خيقة والصين وحنت. أوكي ده أي ما يخص ما صمرخ عمي وليشاني آسيوي بلغت شكينة آسيا ده بآخر مشانخ الجغرافيا قنوميتا جو آسيا وأباون إلى ويرا جو ملوءة جغرافيا برناشيتا جغرافيا قناية مرخلة جغرافيا اقتصادية خاصة مودين مجالات دي مودين خوباطة دي مودين قطعة دي قطاعات عجب السكان آسيا ما صم خج بنخنا مجتمع زراعي لأن يعني أمرخ كل السكان آسيا يعني بلخي بزرعته ده بخاص خو من دي. جغرافيا قنوميتا جغرافيا اقتصادية قاو آسيا طبعا اقتصاد يدوتني العصب الحياتي له يتألف من رابع قطاعات عندي له قطاع صناعة زراعة صناعة تجارة تجاروثة خدماتنا استخراج نوطين تنقيبات أنا كلها تعتبر ضمن القطاعات أو نشاط اقتصادي بس أغلب ما صار سامة زودة من شكينة آسيا إن مجتمع زراعي على أي أساس حكم خير مجتمع زراعي إن سامة زودة من السكان يعني دي شعب معين بلخي بزرعته بأمر خوي مجتمع زراعي مغدير العراق مجتمع زراعي لينا مجتمع صناعي بس مع ذلك الدولات جو آسيا أمرخ إلى دول صناعية وبآثخ اللي ده مشانخ قم كل من دي طبعا يدوت ثروات جو آسيا متوزعة يعني بين دول فقيرة دول يعني ما صمرخ وسط دول زنقينة رابينة دي بآثخ لخا يعني أمرخ دائما إنه التجارة والصناعة والزراعة هاي زراعة علمية ومنهجة تؤدي يعني هذا السبب قد تطور لنا الشعوب دي بخاصة لخا بالنسبة لزراعة جو آسيا آثخ خا زراعة جو آسيا زراعة جو آسيا طبعا هالبت لأنك دول آسيا دول متطورة مصر قد يودي استثمار نشاط الزراعي بموري تكنولوجيا قاودية ومن دي يعني أساليب علمية لا اتراب من دول آسيا خاصة عندي له ما صمر جو هند جو دمث شبشته هندويت شو هالقارة الهندية جو تيم لدنخت آسيا دائما لا زال هالهدية يودي اعتماد الزراعة البدائية زراعة شرويثة الطلاب يعني ما صمر بما معناه يعني اعتماد القاميشة الحيوانات جو حرث كراية أرعى جو خبرتا ولا يعني أي تكنولوجيا دول فقيرة يعني خاصة جو هند جو جنوب شرق آسيا هل ده أو من دي موجود له بس مع ذلك خازق مودينا وبالنسبة للأرعاث إين الشخملة جو زرعتها جو آسيا يعني ثلثة أرعاثة ثلثة يعني خال ثلاثة أو رقم سجلت لك اسلوب ثبتت الذي خال ثلاثة من أرعاثة آسيا أو أرعاث زرع ثنايا جو آسيا أرعاث زرع ثنايا جو آسيا هنا بلخت خشيخة زرعثة بس ثلث الأراضي الباقي إيش أراضي أوكي مساحات رويخة جو آسيا 4 مليون كيلومتر مربع مساحة آسيا بس ثلثي بس إنه خشيخة قزراعة
بالنسبة للمنتجات أو الكرباث علاث زراعتناي بيشي زريعة جو آسيا تلوخ رزة. تلوخ مثلا رزة حلبات. طبعا رزة يا أول منتوج طلاب رزة. رزة ياته أول محصول زراعي بش إلى منتشر زراعة دي جو آسيا. ولعلمه ما صامرخ أطشي من أمه من زراعة رز زراعة رزة جو آسيا أطشي جو أمه من زراعة رزة قاو تيول آثيا من آسيا بمعنى أنه إذا لخا زراعة رزة جو آسيا متوفر له 3 عوامل 3 شروط 3 عوامل شواق له منتيه زراعة رزة جو آسيا. الدولات يعني ترنقل جو موسم جو شيتا كي زريله رزاق نيادخ رزة إلى أخك سلاني إلى يعني خانق له بشيتا بس تامو ترنقل 3 عوامل مودي المتطلبات زراعة رزة هاوتلوخ 100 رابة فرية خاص 100 صميرة قربة نهر هاوي مندي خينة خمة يعني درجة حرارة هاي رامنتا مندي خينة ما صمخ طينة هاوي كل شاي نوع من الأمرخ التربة الكلسية تاوخ شيخة قزرعة ترزة مندي خينة أيدي العاملة هاو إيدات بالو خاي اتلوخ جو خاقة ترزة تتوقع تاوي إنتاج وفير يعني رابة هاوي من زراعة رزة وخاصة أو مندي خازخ له جو هند جو الصين جو فيتنام معروف إلى فيتنام زراعة الرز أنه على مدار الشتاء يعني ترنقل بشتاء زريلة رزة قاودية أن يدخل إنتاج أطشي مري قالوخ أطشي قومة من المنتوج العالمي ترزة إلى من آسيا أثيب بقانا دية هند والصين إشتي من أمة هند والصين بقانا هند يتر صين اشتي من أمة من مبريانوثة رزة يعني اطشي قومة من المنتوج العالمي آثى من آسيا زراعة الرز اشتي قومة إلى من الهند والصين يعني صراحة يعني الهند والصين لا بس يودي اكتفاء ذاتي يعني بس أختي لما رقط الشعوب ديان يعني يودي لتجارة الرز تجارة داخل لا موزعي قناشي خياناخني يقول حصة تموينية يا ثان رابقة رز هندي صيني فيتنامي قد يدت ملا يعني الرز الآسيوي إشقيلة شوبدية على مستوى العالم. بآخر بالنسبة لمنتجات خيانة محاصيل الزراعية خيانة متوفرين جو آسيا بس اتلوخ لخا زراعة مثلا اتلوخ لخا بالنسبة لخطة وصعرة الحنطة والشعير خطة زايدة صعرة وباني ما صمرخ رابع تلي شوبة حنطة والشعر من القمح خيات مني أو باني زرعة ديهن إلى ربثة جو آسيا خينا تلين إلى خات آسيا شغل روي خوثر عاثة يعني ما بريانو أوكي أن يوم ما يخص ما صمرخ أهم المنتجات الزراعية فيكي ويرقي وكل من دي موجود إلى الزراعة جو آسيا بس أطلق لخ رزة بعدين خطة وصارة آثي بدرجة ريانة جو زراعة ديهن وخاقي خيتا أمر ثلثة أرعاث آسيا إنخ شيخة زراعة أتشق أمة من منتوج أول منتوج محصول زراعي بش رامانة هاوي جو آسيا إلى رزة طبعا آثك لخا خاصة الصين وهند وقلتين من مدن خد آسيا بايش زريا أنا تري جايب شيتا عوامل يعني أطلق لخا زراعة دي ضرب خموثها ربثة 100 هاوي برية أرعى كل شيء هاوي طينا كل شيء إذا تعاودة رابة هاوي أو هاوي عامل عودة زراعة رزة بريوثة من دي خينا طبعا لخ يعني هند والصين او يعني اسيا شغله يعني نسبه اطشق امه من زراعه رزه هند والصين بقانا شغله اشتق امه من زراعه رزه قاو تاول بعدين ياتي تام خطه وصعره منتوجات خينيه بس ان يوم ما يخص ان قايد علاقه زراعتنا جو اسيا باثق طبعا اخنا يمرخ زراعه لا بس نحصرها فقط زراعه الى زراعه نباتات يعني زراعه أمر قطاع النباتي لا أخلاق قطع خيواية إنتاج الحيواني منتجات الحيوانية هذا أخلاق أمرخ عثرة خيواية عثرة خيواية أو القطاع الحيواني المنتجات الحيوانية جو آسيا هالبت أبا تعتبر من دائرة الزراعة
أو القطاع الزراعي، يعني هالبت إثراب دول يودي لاستغلال الإنتاج الحيواني لأسباب تجارية. ليلة بس فقط يعني أمرخ زريلة ماس خمرخ أنه يعني أو إنتاج الحيواني ليلة بس طقانيها طشوقة ديان الأسواق المحلية، لا يستحيل. بشضريل الدكان خيانة منتجات ديان اتلوك مثلا دولة يابان، كوريا الجنوبية، كوريا تايميتا، الصين، أن ودلي استغلال الإنتاج الحيواني ديان بخا شكل سكيمة رابر وي خراب شكلانة رابر بسيمة. قام يدير اتلي مراعي اتلي أرعاثة خشيخة قارعيوثة خيواثة بكل هالنديهن، عندنا تاورياتا، عندنا موجة، عندنا أربة، ماس خمرخ ويد لنا يعني شخملتا مندي زرعته ديهن، خاصة دولة مخ يابان، الصين، كوريا تايمنيتا، أنا طلع أفرواثا إن ماصمر خرابة ويدن استفادة شخملتا من الثروة الحيوانية. طبعا أكيد ألبان ياثي منه بسرة يا راب مديان اطلق لخا مثلا كسايا ديهن، يعني ماصمر الوشتة كله ياثي من المنتجات الحيوانية من أثر خيوان. أول ما يخص القطاع الزراعي وآسيا بصراحة يعني هتخا التطور بيكان خيانة جو آسيا التأخر، يعني هل هذه رابع دولات جو آسيا يودي اعتماد وسائل بدائية جو زراعة، خاصة يودي اعتماد الحيوانات جو كراية جو خبرتا، يعني وأنا دول فقير مثلين إمكانيات رابع خيلانة قد ماصي موفري أن أمر تقنيات يعني دراسة مديانة متطورة إلى قد ماصي مطل خيلة جو زراعتها، وحقيقة هو سبب أنه تأخر الزراعة. بس مع ذلك اتلي جهود بشرية خيلانة، اتلي ماصي أسباب طبيعية علاتك يعني شواق الله هني منتي جو زراعتها مخمري طالب مخادة ولا فيتنام هند. مع ذلك وهذا الاستثمار استغلال كل طاقات ديان في سبيل موفر الزراعة وتوفير الزراعة، لا بس اكتفاء داخلي محلي، لا إنما زوعق كل شوقان التيول منتجات الأسواق العالمية مطايلة منتجات ديان. أول ما خص قطاع زراعي آخر مندي بالنسبة للنشاط الاقتصادي خطوات قنوماية جو آسيا إلى الصناعة صنعته. صنعته جو آسيا. طبعا اخي ودنا الاشاره انه مجتمع اسيوي الى مجتمع زراعي، لان سامه زوده من الشعوب دي بلخي بزراعته، ليه بلخي قال صنعته. بالنسبه اخي نشاط اقتصادي مره يعني اتقاودي زراعته تجاروثه تجاره صناعه اخي ده اشقل يعني زراعه ثلاث صنعته تجاره من مويثيا الى تحصيل حاصل عمليه انتاج زراعي خيلانه تؤدي الى انه بلخ التجاره. هذا اب صناعه مضاعف ما صمر بالخانه وصناعه القطاع الصناعي او ادلخ تجاره من مويثيا اتلخ مندي زودانه بايش فائض. طبعا هالبت لازم بايش مشضر الدكان خين عندي التجاره داخليه ضمن المقاطعات او اقاليم او محافظات امرخ هوبركيه، يعني عندي التجاره خارجيه بايش مشونيثقه اثروات خينه عندي عن طريق النقل البري او البحري باخرات ناقلات او عندي عن طريق سكه الحديد اي وسيله هاويه كلها تعتبر الى تجاره. من دي بايش زيده من سلع او حاجات وخادكتا لا بايش سميره بشوبي لا بايش مبلخه قد كان خينه بس او من دي كليه المو كما تطلق نشاط صناعي خيلانه نشاط زراعي خيلانه النتيجه بتاعه انه التجاره يولد مبلط عمليه التجاره تجاروثه. بس بالنسبه للصناعه جو اسيا ملاحظات دي يعني ان كالاتي جو صناعه جو اسيا زين. طبعا صناعه جو اسيا شغلتها لشوبا بس لين كل دولات اسيا واي صناعتنا الدولات ويدن استغلال موارد ديهن قد ماصي مطوري قاني في مجال الصناعه. مردي اليابان تعتبر اول دوله صناعيه لا بس على مستوى اسيا مستوى العالم. اتلخ كوريا اخر شيء، الصين انشغلت روسيا بين اسيا واوروبا او روسيا هند حتى ما صمرخ هند ولا مش هذول اقمار صناعيه ومكتفيه ذاتيا جو صناعه
لا بس فرجخ افلام هنديه يعني مرخ الصناعه انها هي الهند، لا هند متطوره الى الصناعيه. على كنا باثخ بالنسبه لليابان. يابان الى مخرج بنتا رقم خا من يانا ديا الى خد قاو افرواثه صنع ثنايا قاو اسيا. انا مري قالوا لا بس قاو اسيا قاو عالم يابان خميس جاندي خمدي بريشير سباي يابان مودلي مؤهلات دي قد شاقاله مطوره قاو صنع ود الاستغلال هالبت اتلخ مواد اوليه خامات يعني كرباثنه ماس خمرخ اتلي موارد عندي له نوطه عندي له شخره مصير يودي استغلال طبيعه بكل طاقات ديان كل جهود ديان كل خلي موخ ديان قد ماس يودي تسخير الطبيعه كمصلحه ديان قد ماسي امرخ يودي يعني او من دي منطيله انه ماسي مبلخي كل طاقات ديان شق من هذا منهج التعليم باليابان يعني الى منهج خلوق كرييتيف الى طالب شاوغ له من اوزوره وهلا قد ماطل الكليه مرحله كولج يعني مشاوغ له تخمن انه هذا ناشئ مبدع ذكي انتليجنت هذا ماس مطلق موخذ يطنطارس مديانه او مدي خازغ له حتى ملاعب ديهن رسومات ديهن اترزي افلام كرتون ياباني كلها دائما افلام كرتون تشجيعي له تعليمي له تحفيزي له الشعب دخيان تخمون سكيل دي السكيل متطور له اتلخ يابان معروف الى هالبت صناعه تقنيات اجهزه كهربائيه من دي تتصور من دي تهات مخ ماطل الذي يابانان واد الكاميرات هنا بحجم طبرثة هنا يابانيين هنا باروسا من نديه شق من هذا دخل السيارات اليابانيه اللي غزو كلها على بس انا جو اسيا لا كل عالم اللي غزو منتجات دي من السيارات ديهن من عجلات مركبات بكل انواع راديات ديهن هنا يابان هنا مطيله وشوبا. بالنسبه لاحصائيه انه الشعب الياباني كما بالغ جو ربع الشعب الياباني ربعة عمة يابان بالغ قاو صنعته. إذا ما أمرخ يابان إلى كنشيا صنعتنا مجتمع صناعي يابان إلى مجتمع صناعي طالق إث عوامل إث عوادة شوق لأن اليابان هاي متطورة صناعيا سلسلة خامدي إلى الصيرة بدوخانة. منتجات رابعة منتجات صناعية حدث ولا حرج بكل النديين بكل تخدم صناعات زورة قورة تقنيات. أوكي. يالو بنيديد خاقي خيتا هات بشينا تم مقالة خندراشة ديا. بالناخل مخكوخة بس صنعته باليابان مرن ربعة عما ياباناكي بالخ قاو صنعته ومرني عاود ديال الشفق ليابان الى هاي متطورنتها بزرعتها هلبت مندي متعلق الى براش شماله شوقه ماس خمرخ اساس متنقه هاي الصناعه متطوره قاوديه. بالنسبه للمنتجات الصناعيه باليابان رابنه وبكل هنا دي اجهزه الكترونيه اتنبيله مركبات زينه مندي خشفت الى الصناعه موجوده باليابان. اثير اختامه صين وبعدين نخرج بنخلى روسيا ضمن دول اسيا روسيا ولو روسيا اوروبيه لا تعتبر رسميا بس اوباين وهند اني اثي بدرجه ريانا بثر يابان قاو صناعات قاو صنعته. طبعا الصين منتجات دي الصناعيه رابنه ان بيت الصناعه الصينيه اوكي لا توبي لا بيرفكت لا دخل خشمتلا الصناعات الصينيه خيلانه والصناعات الصينية تقليدية كلاسيكية هاوي أو من دي إلى كل الطلب.